شوف حلقة جديدة من برنامج نهر الحياة. الحلقة الرابعة من كل شهر نهر الحياة بيقدم لنا حلقة تساعدنا على اكتشاف أنفسنا وأيضا التعامل الصحي الناجح مع الآخرين. علم التنمية البشرية والتواصل الاجتماعي هو علم أصبح لصيق بحياتنا اليومية، وهو أيضا أسلوب أو وسيلة للتعامل الناجح والإيجابي مع الآخرين. لذا يشرفنا وجود خبيرة التنمية البشرية الأستاذة هبة هانئ، وهتعرفنا أكثر على مهارات التواصل. كنا حابين نعرف في البداية ما هي مهارات التواصل، وأيضا إزاي نقدر نستخدمها في حياتنا اليومية وفي الحياة العامة. مهارات التواصل هو يعني يعتبر علم جديد يعني نسبيا بالنسبة للناس. هو بالإنجليش بنسميها soft skills أو المهارات اللينة. هي طبعا ما هياش مهارات لينة قد ما هي بتعمل ليونة في التعامل، وإننا نتواصل بشكل إيجابي بحيث إن ما يحصلش بينا مشاكل أو نقع في صراعات، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى العملي أو في الحياة بشكل عام. مهارات التواصل هي بتنقسم تقريبا ل5 أجزاء. أول جزء هي إزاي أتواصل في مجال العمل ومجال الأسرة. بعد كده إزاي بتحكم في سلوكي اللي هو الاتيتيود كنترول أو الرد فعلي بالنسبة للآخرين. وثالث حاجة إزاي أزود ثقتي بنفسي. أوكي. ورابع حاجة هي القيادة. تمام. إزاي أبقى قائد ناجح. وبعد كده عندنا إزاي أتكيف مع التغير اللي بيحصل في الحياة بوجه عام يعني. طيب نقدر ناخدها على الجزء العملي، إزاي في شغلنا نقدر مهارات التواصل تقدر تفيدنا؟ هقولك، هي مهارات التواصل أصلا أو اللي بنسميها الكوميونيكيشن سكيلز بتنقسم ل3 حاجات. أول حاجة التواصل بشكل لفظي أو بشكل الكلمة، والتواصل بالشكل اللي هو البادي لانجوج لغة الجسد، وثالث حاجة إزاي أعمل قبول مع الآخرين. فأول حاجة اللي هي التواصل باللفظ أو بالكلمة، ده مهم جدا لأن كتير قوي كلمة ممكن تخلق مشاكل، وكتير قوي ممكن برضو الكلمة تحل لنا مشكلة، تحل لنا أمور كتير. بالظبط. فلازم اللغة بتاعتي دايما تبقى إيجابية. يعني لو أنا واقع مثلا في مشكلة في الشغل، ما أتعاملش معاها باللغة اللي هي السلبية أو اللغة العنيفة، لأن اللغة العنيفة دي هتوصلني إن أنا بزيد في المشكلة. فاللغة الإيجابية يعني إيه؟ يعني إن أنا أتعامل بشكل لطيف، بتعامل بكلمات لطيفة، أهدي الجو، أحاول إن أنا أتكلم مع الإنسان اللي أنا ضده أو في صراع بيني وبينه بشكل هادي. إحنا فعلا بينا مشكلة فلازم نقعد ونحلها مع بعض كويس، أو فعلا أنا كنت غلطان من الناحية دي فأنت برضو بس أنت كنت غلطان من كده، فإحنا نوصل إننا كنا برضو غلطانين وكل حاجة، ونحاول إننا بقدر أو بآخر إننا نهدي الجو بالكلمات الإيجابية دي يعني اللطيفة. وده على المستوى العملي. لكن لو على المستوى الشخصي، لو قلنا احنا دخلنا أو أي بيت، الأسري أكتر. الأسري بالظبط. يعني مثلا يعني لو قلنا في البيت، اللغة الإيجابية دي إزاي تخلينا نتواصل بشكل كويس بحيث تخلق جو جميل بين الزوج والزوجة. يعني مثلا لو الزوجة عاملة حاجة كويسة، أكلة مثلا، أكلة جديدة، يعني كتير من الزوجات بتحب تجرب أكلات جديدة في جوزها او في الاسره كلها، جوزها او اولادها. فمثلا لو هي مش عاملاها حلو قوي، اكيد من اول مره مش هتطلع كويسه قوي. فسي مثلا هي عملتها، فهو انسان تقليدي ما بيحبش الحاجات الجديده، او هي مش عاملاها كويس. فالمفروض رد فعل يبقى ازاي؟ في الاغلب الازواج الحقيقه رد فعلهم بيبقى يعني الى حد ما لغه سلبيه، بمعنى ما تجربيش حاجه مش عارفاها، لا مش حلوه. الافضل ان هو لو مش عاجباه فعلا هياكل عادي، وبعد كده يقول لها تسلم ايديك انت فعلا تعبتي يعني فيها، بيشكرها على المجهود اللي بذلته. بس الحقيقه انت بتعملي الصنف الفلاني احسن بكتير. يعني ما يجيبش العيب عليها انها عملت حاجه وحشه، او يجيب ان الصنف ده كان سيء. لا، يعني يستخدم اللغه الايجابيه. يكفي انها تعبت، مظبوط، فيبين لها انه بيقدر انها تعبت في الاول، وبعد كده بقى يوضح لها يعني بيفضل ايه عن ايه. لكن مش يقولها ايه انت عاملاه ده. في ناس بتوصل لدرجه ايه القرف ده، في ناس بتوصل للدرجه العنيفه من استخدام اللفظ. لو جينا للنقطه الثانيه اللي هي التواصل عن طريق لغه الجسد،
او طريقه اللي هي البادي لانجوج، دي بتبقى مهمه جدا. وخصوصا في مصر احنا عندنا كم هائل من البادي لانجوج بنتعامل بيه الخاطئه، معظمها خاطئ، معظمها سلبي للاسف، وجزء منها ايجابي. فاول حاجه واهم حاجه في التواصل وتعتبر بادي لانجوج او لغه جسد هي الابتسامه. اكيد يعني اللي قدامه لو حتى عنده ميل ولو بسيط انه يتنرفز عليه او يخلق مشكله، اكيد الابتسامه دي هتهدي كتير من اي انفعال محتمل انه بالظبط، من اي انفعال ممكن يحصل. يعني لو واحد مثلا بدل ما هو سايق زعق في اللي مثلا كسر عليه او يقول له مثلا صباح الخير ويبتسم كده، احنا برضو عندنا الاشارات الجيده. الابتسامه والاشاره الجيده هتفرق كتير. احتمال اللي قدامه ده يعتذر له، فبالتالي التواصل هيبقى الطف كتير. اكيد، والعنف كمان هيخف طبعا. ودايما بنقول ابتسامتك في وش اخيك صدقه. أكيد. فالابتسامه دي ليها عامل كبير جدا في التواصل. غير بقى طبعا اشارات الجسد او اللي هي البادي لانجوج، زي مثلا احنا بنعملها كده، يعني كده الحاجات اللي هي ممكن بتبقى ايجابيه. مش هتكلم في السلبيه، لكن نتفاداها بقدر الامكان، لان برضو البادي لانجوج مهمه قوي في ازاي اتواصل مع اللي قدامي. حاجة في التواصل اللي هي القبول، بنسميها رابور. ازاي القبول ده يتم على كل المستويات؟ احنا دايما بنقول واحد رايح يتقدم لواحدة مفيش حصل بينهم قبول. على فكرة القبول ده مش بس ما بين الراجل والست لما يكونوا مقبلين على الزواج، لا اطلاقا. القبول ده بيبدأ من اول قبول الشخص الاخر ليا في الشارع، قبول الشخص اللي بيبيع لي حاجه. هو يقال ان القبول ده من عند ربنا، هل هو نقدر نعلم نفسنا القبول؟ بالظبط، يعني مش شرط. ما هو في ناس محبوبين بطبعهم او ربنا خالقهم كده، اي حد يشوفهم يعجب بيهم، لكن الاخرين ممكن بيبقوا بشكل حيادي. مش شرط ان انا كل حد اتعامل معاه يبقى يحصل القبول ده. اوكي، بس نقدر نقول ان في على الاقل حاجات بسيطه نقدر نخلي بيها بتزود قبول. طبعا زي ايه مثلا؟ اقول لك يعني مثلا، بس اكمل ان نقطه القبول دي مش بس بتقف عند ما يعني البيت، لا القبول دون بيبقى مثلا المدرس وتلميذه، عند المدير والموظف بتاعه، الطرفين مش طرف واحد. ازاي بنزود القبول ده؟ لو بدأنا بالبيت مثلا، هل بيتوقف القبول ده بعد الجواز؟ يعني خلاص حصل القبول واتخطبوا واتجوزوا؟ اطلاقا. ده القبول ده علشان الحياه الاسريه والزوجيه لازم تستمر، لازم يبقى القبول ده متجدد. نقدر نوصل للقبول المتجدد ده ازاي؟ بكذا نقطه، برضه هنتكلم عليها بالتفاصيل بعد كده، لكن باختصار شديد. اولا عدم النقد المستمر، اللاذع المستمر، حتى لو مش لاذع قوي، في نقد مستمر. الحاجه باستمراريتها ممكن تبقى اسوأ من انها تحصل مره. يعني دايما النقد، يعني مثلا الزوج ينقد زوجته على كل حاجه عملتها مش عاجباه، والعكس صحيح، الزوجه بتنقد زوجها على كل حاجه، كل اللي بيعمله مش عاجبها. فالنقد المستمر ده بيقلل قوي من القبول ما بينهم. نقدر نتفاداه ازاي بشكل ايجابي؟ باللغه الايجابيه. باللغه الايجابيه، انت لو مش عاجبك حاجه ممكن باللغه ايجابيه اوصل ان انا اغيرها، لكن مش ان انا انقدها، ده كده نقد سلبي. وغير كده النقد حتى في حد ذاته المستمر بيخلق نوع من انواع التوتر ما بين الطرفين في العلاقه. دي اول حاجه. الشكوى المستمره، يعني الشكوى المستمره، ممكن الراجل يشتكي على طول ان البيت مش متوضب، انها ما عملتش اللي عليها، هي كمان تشتكي، دول الولاد دول. كمان في مجال العمل النقد لزملائي المستمر، النقد للبيئه اللي انا بشتغل فيها مش عجباني، النقد المستمر او الشكوى. احنا ممكن نبادر مثلا بان احنا بدل ما نقول البيت مش نبتدي ننظف احنا مثلا. واكيد الزوجه بالظبط امتنع عن النقد المستمر والشكوى المستمره، وابتدي انا اصلح من الوضع، وابتدي ان انا اصلح ايه من الوضع اللي مش عاجبني. حان الآن موعد أذان المغرب. الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طيب خلينا نخرج شوية لمجال العمل. ازاي نقدر نحقق أهدافنا عن طريق مهارات التواصل؟ ازاي نقدر نوصل للنجاح في حاجة معينة؟ هو أهم حاجة علشان أنجح لازم أبقى راضي عن نفسي، أبقى راضي عن نفسي شخصيا، راضي عن الشخص اللي أنا فيه. بتبقى حاسة إن هي لا عايزة تعمل أحسن، لا إزاي نسحب نقطة جلد الزيت إلى حد ما لو وصل للمرحلة دي ونبقى فعلا راضيين عن نفسنا وعندنا ثقة. ازاي نقدر نحط ده؟ ما هو انا لسه هربط لك بقى. كل ما زادت ثقة الإنسان بنفسه كل ما بقى راضي عن نفسه. يعني السلف كونفيدنس أو الثقة بالنفس دي، في البعض هيقول لي طب أنا عندي ثقة بنفسي. لا، دايما الثقة بالنفس قابلة للزيادة، يعني حتى فوق 100%.
يعني حتى اللي عنده مثلا ثقه بالنفس 70% لا ممكن يزودها، اللي عنده 90% محتاج برضه انه يزودها. ليه؟ كل ما زادت الثقه بالنفس كل ما زاد الرضا عن النفس وزادت نسبه النجاح. لاني هبقى متفائل بالظبط. وشايف انه ومركز اكتر على هدفي. بالظبط، لان انا مركز على هدفي، عاوز ازود الثقه دي، عاوز انجح، شايف نفسي انسان رائع، فبالتالي الرائع ده محتاج انه ينجح اكتر. هي الثقه بالنفس يعني الحقيقه ليها محورين. انسان بيكتسب ثقته من الاخرين اللي حواليه، وانسان اصلا عنده الثقه بالنفس دي امبيدد او يعني مزروعه فيه. الانسان اللي هو بيكتسب ثقته دي من الاخرين دايما يروح يسال الاخرين انا لابس كويس، ايه رايك في اللي انا عملته النهارده، طب ايه رايك في التقرير اللي انا كتبته للمدير. دول من الناس اللي بتكتسب ثقتها من الاخرين او من راي الاخرين. المحور الثاني او النقطه الثانيه، انسان بتبقى ثقته نابعه من ذاته. هو الانسان بقى مش مهم هو لابس ايه، هو واثق هو ان هو لابس كويس ويتكلم كويس، كاتب الريبورت بتاعه كويس، فبالتالي ما بيسالش اي حد عن فيدباك. طيب الشخص ده الى اي حد يكون مغرور؟ هو في شعره بتفرق ما بين طبعا الثقه بالنفس والغرور. طب اعرف ازاي ان انا مش مغروره لو عندي الثقه لما اللي جوايا؟ الغرور اما الغرور يؤدي بيكي للفشل، اما الغرور يؤدي بيكي الى انك بتفقدي الناس اللي حواليكي. يبقى لازم اعمل وقفه. طبعا اذا ده مش ثقه بالنفس. في فرق بسيط قوي ما بين الثقه بالنفس، ان انا انسان واثق من نفسي وعارف اني انسان ناجح، فبالتالي حواليا ناس كتيره بتحبني لكده. لكن لما اوصل لدرجه الغرور هبتدي الاقي ان الناس دي نسبتهم بتقل من حواليا، لان ابتديت اجرحهم. ابتدت ثقتي بنفسي تبقى سلاح مش وسيله جيده ان انا انجح بيها. طيب بالنسبة لمهارات القيادة، يعني شخص في محل قيادة ازاي يتحلى بأبسط المهارات اللي ممكن توصله انه اللي حواليه يحبوه او يخلوه فعلا قائد وقائد ناجح؟ اول حاجة ما يحطش في دماغه ان هو قائد. لان الانسان وانس حط في دماغه انا القائد او انا المسيطر، ابتدى بقى يفقد مصداقيته. الانسان القائد بيبقى قائد بوجوده، قائد بقراراته، قائد بتأثيره على الآخرين. في مقولة بتقول إن الإنسان ولد قائد ولم يعني اتولد بالفطرة قائد وما بقاش قائد يعني بالتربية. في ناس ضد المقولة دي وفي ناس معاها. لا، هو المقولة محتاجة توضيح أكتر. هي المقولة بتقول إن الإنسان بيتولد قائد بطبعه. تمام. يعني ما حدش بيعمله قائد أو ما ينفعش إني أعمل قائد. يعني القائد لو أنا عايزة قائد هو موجود قائد بحد ذاته بطبعه قائد. هو كل شخص فيه. هو شخصية قائدة، لكن ما ينفعش شخص مش قائد أنا أعمله قائد. في بعض الناس بتقول صح، الإنسان بدل هو فيه صفات القيادية دي من هو مولود، وفي ناس بتقول لا، ممكن أنا أعمل من شخص عادي جدا أعمل منه شخصية قيادية. الحقيقة في يعني طبعا مجادلات حوالين الموضوع ده، لكن لما نعرف صفات القائد الصح احنا اللي ممكن بقى نحدد دي بتبقى مولودة مع الطفل أو إننا ممكن نحوله لقائد أو نزرعها فيه. أولا القائد لازم يبقى good listener أو مستمع جيد جدا. القدرة على الاستماع دي مش سهلة. القدرة أن يسمع الآخرين ويتقبل اللي بيقولوه ويقدر يتفهمه ويعمل بيه، دي مش سهلة. دي محتاجة إنسان واثق من نفسه جدا إن هو يقدر يتقبل الكلام الآخرين ويسمعهم كويس. تاني صفة إن هو يكون مش one man show. يعني ايه one man show؟ إن هو المتصرف الوحيد أو المتحدث الوحيد. لازم يوزع المهام على كل الموضوع. القائد كل حد تحت إيده بيبقى قائد. دي أهم صفة في صفة القائد، إن هو يحسس الناس على الأقل اللي تحتيه إن أنت قائد في مكانك. بالزبط. مش أنا بس القائد. بالظبط. القائد القوي لازم يبقى معاه كرو قوي أو ناس أقوياء، لكن قائد على ناس ضعيفة ما أعتقدش إن ده يبقى قائد. القائد لازم يبقى إنسان أهل الثقة، لأن وانس الناس اللي حواليه فقدوا الثقة فيه خلاص هو فقد مصداقية القيادة دي. فطبعا عشان أبقى قائد لازم أبقى إنسان أهل للثقة، ولازم يتحكم في نفسه. القائد مش بيسيب نفسه الانفعالات والشخصية تأثر فيه، لا، لازم يكون إنسان عنده سيلف كنترول.
ضغوطات العمل بيكون صعب قوي ان حد يقدر يتحكم في انفعالاته. ازاي يقدر يكون تحت الضغط قادر انه يتحكم في انفعالاته؟ هو ده بقى اللي بيميز القائد عن الغير قائد. القائد بيبقى عنده مبادئ بيتبعها، ومن ضمن مبادئه دي ان هو ما ينفعلش تحت الضغط. تحت الضغط. وطبعا ده بيبقى بالتدريب، وطبعا بيبقى بالخبره، لان مش هنجيب يعني حد صغير يبقى قائد، رغم ان في صغيرين برضو بيبقوا قاده كويسين، لكن برضو القياده السليمه بيبقى محتاجه خبره طويله في الحياه والتعامل مع الاخرين. بس في شباب بيقدروا يتمتعوا بفكرة القيادة أو بالصفات بتاعتها من غير ما حد يكون من غير ما يكون اوريدي حد معرفها له، يعني بتبقى موجودة جوه شخصيته. اللي مش عنده ده يقدر ازاي بواحد 2 3 يوصل لده ويمارسه بالفعل؟ ما هو أهم حاجة قلنا في القائد إن هو يكون إنسان واثق من نفسه. وعشان أوصل لمرحلة الثقة بالنفس العالية دي لازم أمر على حاجات كتيرة جدا. أول حاجة إن أنا لو أنا عندي أي شيء نقطة ضعيفة أو أي حاجة أنا حاسة إن هي بتضعف شخصيتي وبتقلل من ثقتي بنفسي دي، لازم أشتغل عليها. يعني أهم حاجة علشان أعلي ثقتي بنفسي أعرف إيه نقاط الضعف فيا. لو أنا مثلا مش منظم، لا أنا أشتغل على نقطة التنظيم دي. لو أنا مش سريع في اتخاذ قراراتي، لازم أتعلم إزاي أخد قرارات بشكل سريع، طبعا بناء على نقاط معينة أو المعطيات وإيه والإمكانيات اللي إيه متاحة قدامي. لو أنا مثلا مليان شوية وحاسس إن دي نقطة ضعفي، لا أنا أخس شوية. لو أنا مثلا صوتي منخفض، اللي قدامي بيمل مني بسرعة، لا أنا أحاول أعلي صوتي. لو أنا أجريسيف أو حاد في انفعالاتي، أحاول إن أنا أعلم نفسي إزاي أهدى. فديا بدل عرفت النقط الضعف فيا، اقدر ان انا اشتغل عليها. في ناس بتبقى مش عارفه ايه نقاط ضعفها بالتحديد. جميل انك سالتي السؤال ده. لما انا مش عارفه نقاط ضعفي ده، في الحاله دي بضطر ان انا الجا لاصدقائي. مفيش حد بيعرف حد اكتر من اصحابه. فاصحابه هم اللي الاصدقاء هم اللي بيقدروا يوجهوكي. انت لا ده انت ايه الحلو فيكي؟ لما اسال يعني ببساطه شديده ايه النقط الكويسه فيا وايه النقط اللي انتم مش شايفينها كويسه، هم يوجهوني. بس اكيد كل واحد عارف نقط ضعفه. انا اعتقد يعني انسان اللي ما يعرفش نقط ضعفه ده يعني انسان يعني مش عارف كتير، لان كل انسان عارف هو قوي في ايه وضعيف في ايه. صحيح ما بيقولهاش، بس بيبقى في اللاوعي بيبقى عارفها. تمام. بس كمان ممكن عن طريق الناس اللي حواليه، اذا اجمعوا على حاجه معينه يبقى هي دي لازم يبقى حاجه حد واثق فيه هو قوي، علشان ما حدش يقول له حاجه مش صح تضلله او بالظبط تبقى تضلله. واكيد هيثق، بدل واثق في الانسان ده اكيد هيسمع كلامه وهيساعده في ان هو يحاول يزود ثقته بنفسه. من ضمن برضو الحاجات اللي بتخلي الانسان يزود ثقته بنفسه الكرم. الناس بتستهين بالكرم. على فكره الانسان لما يبقى كريم مع الاخرين، لما يتصدق، لما يبقى كريم حتى مش بس في الماديات، كريم في مشاعره، كريم في ابتسامته، كريم في ايجابياته، كريم في نصائحه، كل الكرم ده كله بيخلي الانسان قد ايه حاسس بالرضا عن نفسه. وطبعا زي ما قلنا قبل كده ان الرضا بيزود ثقته بنفسه جدا. برضو كمان طريقه اللبس. بعض الناس هتشوف انها حاجه سطحيه، لا بالعكس. الثقه بالنفس بتنعكس على طريقه اللبس. الانسان لما يلبس كويس بيحس من جواه، بعض الاشخاص يعني مش كل الناس، بيحس من جواه ان هو في عنده نوع من انواع الثقه. ليه؟ الناس شايفينه لابس كويس، هو حاسس ان هو شكله شيك، فبالتالي ثقته بنفسه بتزيد. يعني المؤشر بيزيد شويه عن ما هو مثلا لابس حاجه هو حاسس انها مش قد كده. فالمؤشر بيزيد لما بيكون لابس بشكل كويس. أنا بشكرك جدا. أكيد كل نقطة من دي عايزة حلقة كاملة نتكلم فيها. بشكرك جدا أستاذة هبة هانئ، مدربة التنمية البشرية. هي دي الحياة، حلوة ومرة. اختارها تكون حلوة بالسعي وانت كلك يقين إن ربك عند ظنك فيه، وإن سعيك عمره ما هيروح. حياتك اختيارك، فاختارها تكون أحلى. إلى اللقاء في حلقة جديدة وتجربة جديدة من الحياة في نهر الحياة.